ايه الاوراد والاذكار اللي حضرتك مواظب عليها عشان نقتدي بحضرتك؟ لا، احنا نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. لو نقتدي بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وصى بأذكار الصباح والمساء. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصى بلا إله إلا الله، وصى بالاستغفار، ووصى بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. و... وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل حال، وأوصى بعدم هجر القرآن. فهقترح على حضرتك عندك نصيب من القرآن يوميا: 1، 2 أذكار الصباح والمساء، بعد العصر المساء، وبعد الفجر الصباح، لا إله إلا الله والصلاة على النبي والاستغفار والتسبيحات اللي النبي وصى بها: سبحان الله سبحان الله بحمده. حاولوا تواظبوا على ده يا جماعة. ثم إذا واظبنا على كده ناخد بقى أذكار العلماء والأحزاب اللي العلماء وصوا بيها. بس تعالوا نواظب الأول على أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. من أذكار اللي وصى بيها ربنا في القرآن الصلاة على النبي. الصلاة على النبي ذكر. بعض الناس تقول لك أذكر ربنا ولا صلي على النبي؟ ما هو الصلاة على النبي ذكر. اللهم، أو أذكر ربنا، صلي وسلم على سيدنا محمد. وبعدين ده ربنا اللي وصى بالذكر ده، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. فأنا بذكر ربنا عن طريق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.